السلام عليكم. وصفتنا نهار اليوم هي شطيطحة بالدجاج. وصفة رائعة وخفيفة وهايلة وسهلة بمكونات بسيطة. اذا لهذه الوصفة واش رايحة نحتاجو هنايا عندنا المارس تاع الدجاج، درتهم في شوية زيت وزبدة، نقليهم مليح، ومن بعد نجيب حبة بصلة نقطعها هكذا مكعبات صغيرة، تكون مقطعه هكذا رقيقه. من بعد ما يتقلى لنا هذاك الدجاج هكذا يكتسب لون ذهبي شويه، نلوحولو هذيك البصله تزيد تتقلى معاه، ونحركوه مره على مره، نحركوه هكذا باش ما يلصقناش في القاع نتاع القدره. والبصله تتقلى مليح حتى تذبل هكذا، نخليوه يتقلى بعقلو على نار تكون ناقصه شويه، نقويوش الغاز، نخليوها ناقصه ونخليوه يتقلى، ومره على مره نحركوا الدجاج. اذا لي بيس هنا واش نحتاج: شويه فلفل اسود، زنجبيل بودر، انا عندي زنجبيل هذا درتو، كركم، قليل من الكركم، والكيري، كميه من الكيري، والكمون، قليل من الكمون ايضا. سر البنه نتاع الدجاج يا البنات هي كي يتقلى، قد ما يتقلى الدجاج تاعكم يجي بنين. والقليل من الملح، انه ما تكثروش الملح، الى عاد الدجاج تاعكم شارب الملح ما تكثروش داكشي يجيكم مالح. انايا الدجاج تاعي كي نقيه ونغسلو بيتو في الملح، دونك ما نكثرش بزاف، داكشي راح ندير غير صوص. ونقلب هكذا مليح، نقليهم مليح حتى هذاك الدجاج تاعنا يشرب لي زيبيس والبصله تاعنا تذبل، ومره على مره نحركهم. من بعد ما قليته مليح نزيدلو كميه تاع الماء هكا، ما نكثروش بزاف قيس ما يطيب لنا الدجاج وتقعد لنا شويه صوص. نزيدلو هنا الفلفل العكري او الفلفل الاحمر، كل واحد كيفاه يقولو، درتو حار، اللي ما يحبش الحار يدير الحلو. ونحركو هكذا ونخليهم، بعد نغطيهم ونخليهم يطيب شويه. من بعد نجيبو حبات حمص، انا عندي حمص هنا طايب، شيت هذاك تاع الباطون شنو طايب، لحتو نخليه يغلي شويه مع الدجاج، نديرو حبات فقط هاكم. بعد نجيب شويه معدنوس نقطعها ونحطها هكذا من فوق، ونزيد نخليهم يغلي شويه باه الحمص يشرب هذوك الزيبيس وهذيك البنه تاع لاصوص، والدجاج تاعنا يكمل يطيب شوي. هنايا الدجاج راهو بخاسك طاب. من بعد نجيبو حبات بطاطا قشرتهم وغسلتهم مليح، ونحي الدجاج تاعنا نديرو فيه طبسين نخليه يبرد ونفتو، نحيلو هذوك العظام والشحمه كامل. وهاي لاصوص تاعنا قعدت غير شوي، والبطاطا تاعنا نقطعها على شكل مستطيل، ما هي رقيقه ما هي خشينه، جايه نورمال كيما هكذا، كيما هذا الشكل راكم تشوفوها، ما خشينه ما رقيقه. نقليوها في الزيت، ومن بعد من جهه اخرى راني نفتت في هذاك الدجاج، البطاطا تتقلى في الزيت. كي نحي البطاطا نلوحها في هذيك لاصوص هي والدجاج، وندير شويه معدنوس من الفوق، وها هي النتيجه وش هي طيبه.